الشركات الكبيرة بتعمل إعلانات وهي معروفة وكل الناس عارفاها، بس الموضوع مش بس معرفة الاسم، الموضوع له علاقة إن الشركة تفكرك دائما بيها علشان ما تخرج من بالك ولما تبس حواليك طريق منافسة كبيرة، وكل شركة بتحاول تثبت وجودها قدام الناس علشان تفضل أول اختيار يجي في دماغك وقت ما تحتاج المنتج. ومع كل إعلان الشركة بتقول أنا موجودة إن سيبكش ومش هتختفي. والشركات الكبيرة كمان بتعلن علشان مش بس تبيعوا منتج، لكن تبيعوا إحساس. بيحاولوا يربطوك بعلامتهم التجارية، يربطوك بذكرى حلوة، إحساس راحة، لحظة سعادة، وكل ده بيخلي العميل يحس إن الشركة قريبة منه. وكمان فيه جيل جديد بيطلع كل يوم، شباب بيدخلوا السوق لأول مرة، ولازم الشركات تعرف نفسها لهم، لأن الشهرة مش شيء ثابت ولازم تتجدد طول الوقت علشان ما تبقاش قديمة. وفي نقطة مهمة إن الإعلانات بتدي قوة وثقة للبراند، لما الناس تشوف الشركة دائما حاسين إنها قوية مستقرة ومستمرة ومش بتضعف، وكل ده يخلي العملاء يثقوا فيها أكتر. وفي النهاية الشركات الكبيرة ما بتعلنش علشان تقول مين هي، لكنها بتعلن علشان تفضل حاضرة في العقل، تنافس بقوة، تكسب ثقة الناس وتفضل رقم واحد. ولو شايف إن الموضوع بسيط فهو في الحقيقة واحد من أقوى أسباب نجاح الشركات الكبيرة.